مرحبا، أنا معاك من نسترو مصر، القناة اللي بنحاول فيها نفهم الأبراج من زاوية مختلفة شوية، مش بس صفات وكلام عام، لكن فهم نفسي حقيقي، فهم إنساني لطبيعة كل برج، وليه الشخص اللي قدامك بيتصرف بالطريقة دي. النهاردة هنتكلم عن برج من أعمق الأبراج اللي ممكن تقابلها في حياتك، برج كتير من الناس بيفهموه غلط، وكتير من مواليده بيحسوا إنهم لوحدهم في العالم ده. هنتكلم عن برج الحوت. خلينا نبدأ من نقطة مهمة، الشخصية النفسية العميقة لبرج الحوت. لو حبيت تفهم برج الحوت لازم تفهم إنه مش برج عادي. الحوت مش شخص بيعيش الحياة على السطح، هو بيعيشها من جوه، من أعمق نقطة ممكن إنسان يوصلها. الحوت بيشوف العالم بطريقة مختلفة، بيشوف المشاعر، بيشوف النوايا، بيشوف اللي محدش شايفه. وده مش لأنه بيدقق، لكن لأنه حساس بطبيعته. حساسيته مش اختيار، دي طبيعة. زي ما السمكة بتعيش في المياه، الحوت بيعيش في المشاعر. كل حاجة حواليه بيحسها، كل كلمة، كل نظرة، كل صمت. الحوت بيلتقط الطاقة من حواليه بشكل مرعب، ولو الطاقة دي سلبية بتأثر فيه جدا. عشان كده تلاقيه بيتجنب الأماكن المزدحمة، بيتجنب الناس السلبية، مش لأنه متكبر، لكن لأنه بيحمي نفسه. ليه الحوت أكثر الأبراج إحساساً؟ ده سؤال كتير بيسألوه، والإجابة بسيطة وعميقة في نفس الوقت. الحوت مفيش عنده جدران نفسية قوية زي باقي الأبراج، هو مش بيحط حواجز بينه وبين العالم. عشان كده بيدخل جواه كل حاجة. لو حد زعلان حواليه بيزعل، لو حد فرحان بيفرح معاه، لو حد متألم بيتألم معاه حتى لو ما يعرفوش. ده مش ضعف، ده قدرة نادرة لكنها مرهقة. الحوت عنده حاجة اسمها التعاطف الزائد، بيحس بمشاعر الناس كأنها مشاعره هو، وده بيخليه يتعب نفسيا بشكل مستمر، لأنه مش بس بيشيل همه، بيشيل هم غيره كمان. خلينا نوضح نقطة، الفرق بين حساسية الحوت وضعفه. كتير بيخلطوا بين الاتنين، بيشوفوا الحوت حساس فيفتكروه ضعيف، لكن الحقيقة غير كده تماماً. الحساسية عند الحوت هي قوته الحقيقية، هي اللي بتخليه يفهم الناس، هي اللي بتخليه يساعد، يسامح، يحب من غير شروط. لكن الضعف ده حاجة تانية. الضعف بيجي لما الحوت يسيب نفسه يتأذى من نفس الناس مرات كتيرة، لما يسمح للي مستاهلش إنه يفضل في حياته، لما يبرر للناس أفعالهم حتى لو كانت مؤذية. الحوت الناضج بيعرف يستخدم حساسيته عشان يفهم، مش عشان يتدمر. بيعرف يحمي نفسه من غير ما يخسر إنسانيته. لكن الحوت الجريح بيفضل يديك فرص لحد ما ينكسر. الحوت وعلاقته بالمشاعر والحدود، من أصعب الحاجات على الحوت هي الحدود. الحوت مش بيعرف يقول لأ بسهولة، مش لأنه ملوش شخصية، لكن لأنه بيحس بمشاعر اللي قدامه. لو قالك لأ هيحس بذنب، لو رفضك هيفكر إنه أناني. عشان كده تلاقيه بيوافق على حاجات هو مش عايزها، بيساعد في وقت هو محتاج فيه مساعدة، بيسمع مشاكل الناس حتى لو نفسه تعبانة. والمشكلة إن الناس بتستغل ده من غير ما تحس. بيجوا للحوت لما يحتاجوه ويختفوا لما يحتاجهم، وهو بيسامح لأنه بيفهم إن الناس مشغولة، بيفهم إن كل واحد عنده ظروفه، لكن جواه بيتعب. ليه الحوت بيمتص مشاعر الآخرين؟ لو عايش مع حوت أو صاحبك حوت هتلاحظ حاجة غريبة، إنه بيتأثر بحالتك النفسية جداً. لو أنت زعلان هيزعل معاك، لو أنت متوتر هيتوتر حتى لو ميعرفش السبب. ده لأن الحوت بيمتص الطاقة من حواليه بشكل لا إرادي، بيدخل جواه كل حاجة، وده بيخليه يتعب نفسياً بسرعة، خصوصاً لو محاط بناس سلبية أو بيئة مضغوطة. عشان كده الحوت محتاج يبقى لوحده كتير، مش لأنه اجتماعي، لكن عشان يفرغ الطاقة اللي امتصها من الناس. محتاج يرجع لنفسه، يهدي، يتنفس، لأنه لو فضل وسط الزحمة هينهار. خلينا نتكلم عن حاجة كلنا شفناها، الحوت في الحب. ليه بيعطي أكتر مما ياخد؟ الحوت في الحب حالة خاصة، مش بس بيحب، بيذوب، بيديك كل حاجة، وقته، مشاعره، أحلامه، أمانه. بيحبك بشكل مش طبيعي، بيحبك وانت غلطان، بيحبك وانت بعيد، بيحبك حتى لو انت مش شايفه. لكن المشكلة إن الحوت بيحب من طرف واحد كتير، بيعطي ومستناش مقابل، بيسامح حتى لو الغلط كبير، بيبرر حتى لو مفيش مبرر، وده بيخليه يتأذى. لأن مش كل الناس بتقدر الحب ده، مش كل الناس بتفهم إن الحوت بيحبك من روحه مش من مصلحته. وساعات الناس بتستغل حبه، بتاخد منه براحتها وتمشي لما تشبع، والحوت بيفضل واقف مكانه مستني، بيأمل، بيسامح،
لحد ما يجي يوم وينكسر. الخوف الحقيقي عند برج الحوت، لو سألت الحوت أنت خايف من إيه؟ غالباً مش هيعرف يجاوب بوضوح، لكن جواه في خوف عميق، خوف من الوحدة العاطفية، مش الوحدة الجسدية، لكن إنه يبقى محاط بناس ومحدش فاهمه، إنه يحب ومحدش يحس بيه، إنه يتعب ومحدش يسأل عليه. الحوت بيخاف من فكرة إنه يفضل يعطي ومحدش يشوفه، بيخاف من إنه يتساب لوحده وهو محتاج حد. عشان كده تلاقيه بيتمسك بالناس اللي بيحبهم حتى لو أذوه، لأن فكرة الفقد بترعبه. الحوت تحت الضغط النفسي، لما الحوت بيتعرض لضغط نفسي كبير بيحصله حاجة من اتنين، يا إما بينسحب تماماً يا إما بيدخل في حالة إنكار ويهرب من الواقع. الحوت ما بيعرفش يواجه الألم بشكل مباشر، بيحاول يتجنبه، يتخدر منه، ينسى. ممكن يسرح كتير، ممكن ينام كتير، ممكن يبعد عن الناس، مش لأنه ضعيف لكن لأنه مش عارف يتحمل أكتر من كده. الحوت بيوصل لمرحلة بيحس فيها إنه استنزف، إن كل طاقته راحت، وساعتها بيحتاج وقت طويل عشان يرجع لنفسه تاني. الحوت والانكسار الصامت من أصعب الحاجات في الحوت، إنه بينكسر من جوه ومحدش بيحس. الحوت ما بيعرفش يقول إنه تعبان، ما بيعرفش يطلب مساعدة، بيفضل يبتسم قدام الناس ويتحطم لوحده لأنه مش عايز يحمل حد همه، مش عايز حد يشفق عليه. عشان كده لما الحوت يتكسر بيتكسر في صمت، بيقفل على نفسه، بيبعد، بيختفي، ومحدش بيلاحظ، لأن الحوت شاطر في إخفاء ألمه، شاطر في إنه يظهر قدام الناس إنه تمام، لكن جواه عاصفة. خلينا نقف عند نقطة حساسة، الشعور بالذنب عند الحوت. الحوت بيحس بالذنب طول الوقت حتى لو مش غلطان. لو زعلت منه هيحس إنه السبب، لو حصلت مشكلة هيلوم نفسه، لو العلاقة فشلت هيفكر إنه كان ممكن يعمل أكتر. الحوت عنده صوت جواه بيلومه باستمرار، بيقوله إنه مش كفاية، بيقوله إنه كان لازم يبقى أحسن، وده بيخليه يعيش في دايرة من جلد الذات. بيحاسب نفسه على كل حاجة وبيسامح الناس على كل حاجة، وده مش عدل. متى ينسحب الحوت وليه؟ الحوت صبور جدا، بيتحمل، بيسامح، بيديك فرص، لكن لما يوصل لنقطة معينة بينسحب. والانسحاب ده صامت، مش هيزعق، مش هيتخانق، مش هيفضفض، هيختفي بس، هيبعد بهدوء من غير رجعة. لأن الحوت لما بيقرر ينسحب يبقى وصل لمرحلة الاستنزاف الكامل، يبقى جرب كل حاجة ومحصلش تغيير، يبقى اتكسر مرات كتير ومحدش حس بيه. ساعتها بيمشي مش بكره لكن بتعب، وده أصعب نوع من الفراق، لأن الحوت لما بيمشي ما بيرجعش. الفرق بين الحوت الناضج والحوت الجريح، الحوت الجريح بيعيش في دور الضحية، بيحس إن العالم ضده، بيسيب نفسه يتأذى ويبرر للي بيؤذيه، بيهرب من المواجهة، بيدخل في علاقات سامة، بيضيع نفسه. لكن الحوت الناضج مختلف. الحوت الناضج فهم إن الحساسية مش ضعف، فهم إنه لازم يحمي نفسه من غير ما يفقد إنسانيته، بقى يعرف يقول لأ، بقى يعرف يسيب اللي مش مستاهل، بقى يعرف إن مساعدة نفسه مش أنانية. الحوت الناضج قوي بهدوء، عميق بوعي، حساس لكن واعي بحدوده. ليه الحوت دايما بيتفهم غلط؟ لأن الناس بتشوف حساسيته وبتفتكرها ضعف، بتشوف صمته وبتفتكره برود، بتشوف تسامحه وبتفتكره سذاجة. لكن الحقيقة الحوت مش ضعيف، هو رحيم، مش بارد، هو بيحمي نفسه، مش ساذج، هو بيختار يسامح. الحوت بيتفهم غلط لأن الناس مش عايشة في نفس العمق اللي هو عايش فيه، مش حاسة بنفس الدرجة اللي هو بيحس بيها، عشان كده بيفضل وحيد حتى وهو محاط بالناس. وأخيراً الحوت محتاج إيه؟ ومش بيطلبه. الحوت محتاج حد يشوفه، مش يشوف قوته بس لكن يشوف تعبه كمان. محتاج حد يسأل عليه حتى لو بيبان كويس، محتاج حد يفهم إن صمته مش راحة، ده ألم مخنوق. الحوت محتاج يحس إنه مش لوحده في العالم ده، إن في حد فهمه، حد شايفه، حد مقدره. محتاج يسمع إنه كفاية، إنه مش لازم يبقى مثالي عشان يستاهل الحب. الحوت محتاج أمان مش وعود، محتاج حد يفضل مش يمر. لكن هو مش بيطلب كل ده لأنه خايف يبقى عبء، خايف يبقى تقيل على حد، فبيفضل ساكت ومستني إن حد يحس من نفسه. في النهاية برج الحوت مش برج سهل، مش برج تقدر تفهمه بسرعة، لكنه برج يستاهل إنك تحاول، لأن الحوت لما بيحبك بيحبك بعمق مفيش برج تاني بيوصله. لما بيديك من روحه، ولما بيسامحك من قلبه. الحوت إنسان نادر في زمن قاسي. لو أنت من مواليد برج الحوت
حابب أسألك إيه أصعب حاجة بتمر بيها ومحدش فاهمها؟ إيه اللي نفسك الناس تعرفه عنك وإنت ساكت عنه؟ شاركنا في التعليقات. إحنا هنا عشان نفهم بجد، ومتنساش تتابع إسترو مصر، القناة اللي بنحاول فيها نوصل لعمق كل برج بفهم وتعاطف حقيقي. شكر ليك، ونشوفك في حلقة جاية.